لو هفتح مطعم في يوم من الايام فاعتقد ان دي هتبقى اول اكله في المنيو. مبدئيا كده انا جبت صدور فراخ قطعتها مكعبات زي ما انتم شايفين وتبلتها بملح وفلفل اسود وابتديت ان انا اشوحها في شويه زبده كده حلوين، ولما اتحمرت كويس جدا وخدت اللون اللي انتم شايفينه ده نزلت شويه بصل وكمان فلفل الوان مع تقليبتين حلوين كده يا جماعه، وبكده الفراخ تكون جاهزه. وتعالوا بقى نعمل البشاميل. معلقه زبده حلوه كده على معلقه دقيق وقلبت كل ده مع بعضه، ولما خلاص اتاكدت ان الدقيق داب خالص نزلت باللبن، واهم حاجه يكون لبن ساقع، وطبعا بقلب في النص. وطبعا يا جماعه انتوا عارفين ان جريسكو بيبقى البشاميل بتاعها خفيف شويه غير البشاميل العادي. تبلت بقى البشاميل بفلفل اسود وملح وكمان ورقه لورا مع رشه جوز الطيب بقى يا جماعه، بتنقل الكلام ده في حته تانية خالص. وانا عشان بحب البشاميل يبقى دسم شويه فاكيد لازم احط شويه من كريمه الطهي. نزلت بقى بالبشاميل على الفراخ، وعايزه اقول لكم يا جماعه ان الشكل كده، فما بالكم بقى بالطعم. وبعدين بقى حطيت عليهم المكرونه المسلوقه، وهنا استخدمت الفوتوتشيني وقلبت بقى كل ده مع بعضه يا جماعه. وعايزه اقول لكم يعني استمتعوا بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، يعني بجد كانت خطيره.